السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات روتين كده مشجع. بدأت كده هنبدأ مع بعضينا بتنظيفات العيد. كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد قاعد له 10 ايام بإذن الله. فنبدأ ان احنا كده كل يوم نعمل حاجة عشان خاطر ما نضغطش نفسنا، يعني كده في اخر يومين او مثلا قبل العيد ب3 ايام. فلا، احنا في ال10 ايام دي بإذن الله من غير مقاطعة هنبدأ ان احنا نعمل كل يوم حاجة مع بعضينا. بس كده بدأت كده بأول حاجة اللي هي الهم التقيل بصراحة، اللي هو غسيل السجاد، عشان بياخد وقت بصراحة وبياخد مجهود. فأنا بدأت بيه هو أول حاجة كده. وبعد كده الأيام اللي جاية إن شاء الله كده هبدأ كده يوم كده أعمل المطبخ، وكل يوم أخد مثلا أوضة كده كده. يعني هي شقة مش كبيرة، بس يعني ايه اللي هو كل يوم هناخد حاجة يعني كده. برضو عشان هو يعني اليوم بيبقى فيه حاجات كتيرة، غير مثلا ان انتي مثلا بتعملي غدا. في حاجة تانية بتتعمل مثلا غسيل المواعين، غسيل بيتغسل وعايز يتنشر وعايز يتلم ويتطبق. ففي حاجات احنا بنعملها أساسية بنعملها كل يوم. فما ينفعش ان احنا مثلا نركنها عشان مثلا بننضف تنظيفات العيد. لا، احنا بننضف تنظيفات العيد او التنظيفات العميقة يعني. بس اللي هو مش هنكركب الدنيا بقى، نفضي المطبخ كله وبعد كده ونلاقي الدنيا حوالينا يعني هايصة كده ولايصة ومش حلوة. لا، احنا كل يوم هناخد حاجة بإذن الله، والدنيا كده بإذن الله هتخلص يعني في خلال ال10 أيام دي. طبعا كل سنة وانتم طيبين. فأول حاجة كده بدأت بيها وطبعا الأهم من الشغل ترتيب الشغل. اول حاجه كده عشان هغسل السجاد، فطلعت كده على البلكونه بتاعتي. اول حاجه كان عندي شويه غسيل كنت نشراهم من بالليل، لميتهم وجبت كده جردل وشرشوبه بتوعي كده، وبدات ان انا امسح البلكونه. مسحت سور البلكونه ومسحت البلكونه الارضيه يعني وكده، عشان خاطر باذن الله هغسل السجاد وانشره كده ايه تكون البلكونه بتاعتي نظيفه. طبعا الايام دي الجو تراب، فالبلكونه لو عملتها كل يوم بيكون شكلها برضه. يعني بكنسها ولا بمسحها مش بيعدي عليها يوم وبتتملى تراب، بما ان البيت يعني على طريق وكده. فالمهم ايه، فانا قلت ايه، اطلع اول حاجه كده اول ما صحيت الصبح. طلعت كده على البلكونه لميت الغسيل، وبعد ما لميت الغسيل رحت ايه جبت كده الجردل وبدات ان انا امسح البلكونه. بعد كده ورحت دخلت بقى لميت السجاد اللي عايز يتغسل. انا كنت غاسله السجادتين الكبار من يعني من حوالي 15 يوم 20 يوم، والله مش فاكره بصراحه. كنت غاسله الاتنين الكبار فاهمين. كان عندي واحده اللي هي بتاعه الصاله، وكان عندي اللي هو الطول بتاع اوضه ادهم، وطول تاني صغير. فهو ده بس دول بس اللي كانوا عايزين يتغسلوا. بصراحه انا ساعه ما غسلت الاتنين الكبار كنت ناويه يعني ان انا اغسل السجاد كله مع بعض في يوم واحد. انا كنت بعمل كده زمان بصراحه، كنت بلم السجاد كله مره واحده واغسله في يوم واحد. بس بصراحه الله يعني انا ظهري وجعني، ما بحبش اضغط نفسي خالص، لان انا غسلت الاتنين الكبار بس. قعدت فيهم يجي يومين كده ظهري شدد عليا، فعشان كده ما قدرتش ان انا اغسل الكل. فمش مشكله، يعني غسلت الاتنين الكبار وركنتهم، وجبت دول النهارده كده نغسلهم مع بعضينا. وكمان الجو حلو يعني اللي هو في شمس كده سخنة. ف يعني السجاد مش هياخد وقت كده على البلكونة في وينشف يعني على طول، بدل ما يقعد مثلا يومين على البلكونة ولا حاجة. لا، بإذن الله كده يوم كده ولا حاجة وهنشيله. فهنا جبت كده الطول بتاعي طبعا ببله الأول، وبعد كده بجيب كده طبق بلاستيك بحط بقى فيه الخلطة بتاعتي اللي أنا هغسل بيها. بحط مسحوق اللي هو ايه، مثلا اوكسي، اي نوع يعني مسحوق انت هتغسلي بيه، سواء كان جل او اللي هو البودر. وبضيف كلور عشان خاطر برضو الكلور بينضف معايا وكده، والميه بخلط كده الكلور مع المسحوق، وبملى الطبق كده ميه وبرغيه مع بعضيه، وببدا ان انا كده اخد. طبعا بكون طبعا بلة السجاده بتاعتي عشان خاطر تنضف معايا، ولو فيها وسخ او بقع او اي حاجه
تبقى سهلة عليا وما تاخدش مني وقت في الدعك وكده. كمان انا عندي الحمام مساحته مش كبيرة، فعشان كده الطول بفرشه كده، بفرد كده حتة منه وبدعكها وابرم وافرد تاني، وهكذا زي ما انتم ما شايفين كده. الحتة اللي بغسلها ببرمها وابدا ان انا افرد حتة تانية لحد ما اخلص مثلا السجادة او الطول، لان الحمام مساحته مش كبيرة، فعشان كده ما بعرفش ان انا اخد راحتي غير في غسيل السجادة غير بالشكل ده. بس فممكن في حد يقول طب كنت مثلا وديتيه المغسله ولا كده، ما والله مش يعني عادي، يعني اللي هو انا اتعودت ان انا اغسل السجاد في البيت عمري ما وديته بصراحه المغسله نهائي. يعني انا من ساعه ما اتجوزت واتعودت ان انا اغسله في البيت. في الاول كنت بغسل السجاد كله مره واحده في يوم واحد، بس خلاص الصحه مش زي زمان، فاللي هو ايه، بعمل اللي بقدر عليه. كده كده مفيش حد يعني بيجري ورايا يعني، وكده كده مفيش حد بيجي عندي اصلا، فانا بعمل الحاجه على مهلي بس. وانا ما معيش حد اصلا برضو يعني اللي هو حد يساعدني وكده، مفيش حد يساعدني. إيه، احنا عارفين الصبيان يعني مش زي البنات، يعني ممكن لو معاكي بنتك ممكن تقف معاكي وتساعدك في غسيل، في نشير، في اي حاجه كده، هتبقى ايدها بايدك. لكن طبعا الصبيان ما عندهاش الحته دي، ده الواحد بيروق اوضته بالعافيه. يعني ابنك كده بتقول له مثلا روج السرير بتاعك مكان ما كنت نايم، بيروجه بيشد الملاية كده بالعافيه. ف فالحمد لله يعني طبعا على كل حال. بس هنا كده طبعا غسلت السجادة بتاعتي وبرمتها كده لحد ما خلصتها كلها، وبدأت ان انا اشطفها. طبعا الشطيف لازم تكون مية كتيرة كده، وتشطفي السجادة بتاعتك عشان تشطف معاكي كويس وتنضف، ما يكونش بعد ما تنشف ما تكونش مغيرة كده من المسحوق. كمان لما يكون المسحوق بودر، لو جل بيكون حلو يعني بصراحة. بس بما ان المسحوق اللي انا غاسله بيه اللي هو البودر، فبحب اتك في حته الشطيف دي قوي، بفضل اشطف فيها كذا مره كذا مره، وبعد ما بخلصها خالص ببرمها واوقفها كده، اعدلها يعني. وبعد كده ببدا ان انا برضو بالخرطوم او بالاملة طبق مثلا كده، وابدا ان انا اكب عليها ميه عشان اتاكد ان هي اتشطفت كويس، وما يكونش ما تجيرش معايا بعد ما تنشف، عشان لو نشفت لو نشفت ولقيتها مجرة هيبقى شكلها بصراحة مش حلو. بس هو السجاد بتاعي كمان مش اللي هو الحاجات اللي هي التقيلة، لا هي حلو يعني بصراحة ومريح، حتى بغسله برضه مريح. هنا برضه بشطف يعني ايه، بفرد كده واشطف وابرم، افرد واشطف وابرم. بس بعد ما شطفتها كده كويس، وهنا برضو عدلتها كده، وببدأ ان انا برضو اصب عليها مية كتير عشان خاطر تنضف معايا. طبعا بعد ما بغسل السجاد الاتنين او التلاتة اللي انا هغسلهم، بسيبهم شوية في الحمام لحد ما يتصفوا خالص، عشان ما انشرش على البلكونة. اول حاجة البلكونة تتملى مية، والتانية حاجة الناحية الجنب اللي هيبقى على الشارع هيبقى بينقط مية كتيرة. فانا بسيبه كده يتصفى، وبعد ما بيتصفى بروح مطلعاه كده على البلكونه واسيبه كده ايه ينشف. كمان هو لما بيتصفى كويس ما بياخدش فتره طويله على البلكونه. بس كده بوريكم كده. طبعا بعد ما نشرت كده السجاد بتاعي، بعد ما سبته كده اتصفى شويه، طلعت كده نشرته وايه، وده كده البلكونه نظيفه وزي الفل. ونشرنا السجاد بتاعنا على النظافه. وطبعا السور بتاع البلكونه انا مسحاه برضو زيادة ايه تأكيد له، عشان ميبقاش في تراب. الحاجة اللي انت غسلاها ما تتبهدلش منك، عشان انت بتبقى تعبانة في الحاجة مش عاجبانة في الحاجة. سواء مثلا ان كان غسيل، بتنشري كده مثلا على البلكونة، فبتمسحي الحبال وتغسلي المشابك بتاعتك برضو عشان خاطر الهدوم بتاعتك ما تتبهدلش من التراب. وبرضو السجاد زي كده برضو نفس الموضوع، بتبقى مسحة البلكونة بتاعتك ومسحة السور عشان خاطر الحاجة اللي انت تعبانة وشاقينة فيها ما تروحش كده هدر، يعني ما تبقاش اللي هي سهلة ان هي تتبهدل بصراحة. ده الواحد لما بيغسل السجادة ولا بينظف الشقة مش بيبقى عايز حد يدخل اصلا، تبقى انت عايزة تبيت عيالك في الشارع عشان عشان ميبهدلوش الدنيا. المهم كده بعد ما نشرت السجادة يا بنات، رحت دخلت كده هنا كده دخلت كده على الركنة، بشيل كده البياضات كلها اللي عليها عشان اغسلها. اول حاجة لونهم لما لونهم ابيض فبيتبهدلوا بسرعة.
ببص الاقي عليهم يعني مش عارفه التراب اللي ما يجي منين التراب، انا مش يعني والله مش قادره افهم. وكمان بحس ان هم هي مش عايزاهم يصفروا، فاهمني؟ فاول ما بحس ان هم خلاص عدى اسبوع عليهم كده، بروح شايلاهم كده وايه واروح اغسليهم. بلم كده المناديل والبياضات كلها، وهبدأ ان انا اشغل عليهم الغسالة دورة غسيل، بحيث ان انا اليوم ان شاء الله اللي هاجي هنضف فيه الأوضة تكون البياضات معايا ايه نظيفة، اللي هو هنفضها اكنسها امسحها، مثلا انزعها في الحيطان عشان عندي الحيطان ما بتتغسلش يعني. فيبقى معايا ايه اللي هو افرش البيضات كده على نظافة. شلت البيضات وشلت كمان المفارش اللي على الترابيزات، وناخدهم كلهم كده هلا بلا كده مع بعضهم، وهنبدأ ان احنا نشغل عليهم الغسالة. دي برضو حاجات هتسهل عليا بعد كده، يعني اللي هي ايه انضف واروح فرشة كده على طول، هيكون السجاد معايا نظيف، هتكون البيضات معايا نظيفة. فكمان برضو افك الستاير واغسلها، فكله يبقى نظيف معايا، فالحاجة مش هتاخد معايا وقت، اللي هو هنفض واكنس وامسح وافرش على طول. كل حاجة تكون معايا نظيفة وزي الفل وريحتها حلوة، واروح ايه فرشة على طول بإذن الله من غير مقطع، يعني يا ربنا كده يدينا العمر. بس فعشان يجي العيد كده يكون بيتنا نظيف. انا يوم العيد اساسا مش هبقى موجوده في البيت، يعني بروح عند بيت ابويا، باخد ابني وبروح عند بيت ابويا. بس بحب برضو كمان بقعد يومين العيد عند بيت ابويا، يعني مش بقعد في البيت عندي هنا. بس بحب برضو قبل ما امشي برضو سواء كان عيد رمضان او عيد الضحية، بحب ان انا الشقة عندي تكون نظيفة وزي الفل ومفروشة، وبصوا تبقى على سنجة 10 زي ما بيقولوا. وعادي ما فيش مشاكل، او بروح اقعد يومين واجريها اتبهدلت وكده. بس ما يمنعش ان انا لازم انضفها تنظيفة العيد يعني، وافرشها واخليها كده شقة عروسة وتكون حلوة. بس خلاص كده يا بنات، بعد ما لميت كل الحاجات الحبشتكنات اللي انتوا شفتها معايا دي، دخلت كده على الغسالة بتاعتي وبدأت ان انا ايه اشغلها كده عليهم عشان خاطر اللي هو يتغسلوا. وبعد ما يتغسلوا اخدهم كده على طول انشرهم. وكمان هي الوقت ما بتاخدش وقت بصراحة بره على البلكونة. بس وهنا كده شغلت عليهم كده دورة الغسيل. معرفش ليه في هدوم سبحان الله، في هدوم احطها في الغسالة دي واحط لها المسحوق ترغوي ويكون شكل الرغوة بتاعتها كتيرة كده، وفي هدوم احط لها نفس المسحوق